السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد السيد الاسم ديالو حميد، من واحد العائله كتكون من 6 افراد. كاين هو وكاين خوه وعنده 2 ديال الخواتات، وطبعا الام والاب. هاد العائله كانوا كيسكنوا بواحد الباديه بعيده تقريبا على مدينه الجديده ب 35 كيلومتر. اللي كيهمنا حنا في هذه القضيه مستمعينا الكرام وهو حميد. هاد السيد هذا اللي كانت عنده واحد الحرفه ديالو وهي صدور، وكان كيخدم في واحد المحل ديال صدور بمدينه الجديده. حميد كان عنده واحد الموتور هو اللي كان كينتقل به من الخدمه للدار للخدمه، ولانه الامر شويه صعب فالسيد يوميا كيضرب ديك المسافه وكيلقى صعوبه خصوصا في وقت الشتاء. فهنا حميد باش ما يبقاش غير غادي جاي للدار ديالهم، غادي يقرر انه يستقر بمدينه الجديده وغادي يكري فيها، وبطبيعه الحال غادي يستمر في الخدمه ديالو. هاد حميد لما وصل السن ديالو 32 سنه تقريبا، حتى هو غادي يقرر على انه خاصو يتزوج ويكون الاسره ديالو. وهذا الامر هذا غادي يخليه يتعرف على واحد البنت من مدينه الجديده، بنت كانت كتمتهن الخياطه واللي كان الاسم ديالها زينب، وكان السن ديالها 26 سنه. تعرفوا على بعضياتهم مزيان، والسي حميد كانت نيته معها حسنه لانه غادي ينوي بها الزواج، وقال لها باللي انا راه باغي نتزوج بك. غير هو لما هاد البنت هادي عرفات باللي عنده العائله ديالو بواحد الباديه اللي كتبعد على مدينه الجديده ب 35 كيلومتر، وهاد البنت غادي تقول لي بلي انا راه ما باغاش نسكن في العروبيه، فإلا انت فعلا بغيتي انا نتزوجو غادي تسكني هنا بمدينه الجديده. هاد حميد في الاول كانت النيه ديالو على انه يسكنها في الدار ديال والديه ويولي يمشي لعندهم مره 2 3 في الاسبوع، ولكن لما هي ما بغاش تسكن في الباديه فالسيد غادي يوافق على انه يسكنها بمدينه الجديده. ومن بعد ما كان كاري غرفه اللي كان ساكن فيها، غادي يكري واحد البارطمه على قد الحال وغادي يستقر فيها مع الزوجه ديالو من بعد الزواج. المهم كانوا عايشين بخير وعلى خير. حميد كان قاد بمسؤوليه الزواج وموفر لها كل شيء، كاع الحاجيات ديالها، هي ولات غير جالسه في الدار وبعدات على ديك المهنه ديال الخياطه. من بعد واحد المده ديال عامين غادي يتزاد عندهم وليد، وطبعا من بعد ما كانوا عايشين حياه طبيعيه فرحانين مع بعضياتهم، ما كاين لا مشاكل لا والو. حميد كان فرحان بالزوجه ديالو وبولده، ولكن اللي ما كانش عارف حميد ان من وراء ظهره كانوا كيوقعوا شي حوايج اللي غاديين ينكدوا عليه ديك الفرحه. كيف ما كنقولوا حميد كان فرحان حيت كان كيسحب ليه باللي ديك الزوجه ديالو زوجه صالحه، ولكن كانوا كيوقعوا شي حوايج في دارو لما هو ما كيكونش، شي حوايج اللي كيعرفوهم غير بعض الجيران اللي اختاروا في البدايه انهم يلتزموا الصمت. حتى لواحد نهار غادي يمشي عنده واحد السيد من الجيران ديالهم وغادي يقول ليه شنو كيوقع في دارو ملي كيخرج هو كيمشي لخدمته. اللي كان كيوقع هنا وهو ان هاد مرات حميد كانت دايره واحد الخليل ديالها اللي كان كيجي كيدخل عندها لديك الشقه، وداك السيد اللي كان خبروا بهذا الامر كان قال ليه باللي راه كيجي لعندها يوميا. قال ليه غير انت كتخرج كتمشي للخدمه ديالك وهو كيجي كيدخل لعندها. طبعا خبر اللي كان صادم بالنسبه لحميد. السيد كان عايش مع الزوجه ديالو بخير وعلى خير، ما لاقي معها مشاكل، غادي يطلع منها هادشي كامل وما يمكنش. فهنا حميد ملي خبروا هاد السيد بهذا الامر هذا ما غادي يخبره هي بوالو، غادي يتعامل معها داك النهار كانه ما في خباره ما يتعاود. ولكن باش انه يتاكد من الامر فهاد حميد غادي يولي عاس عليها. السيد كيخرج في الصباح كانه غادي الخدمه ديالو،
وكيبقى عاس واش غادي يجي شي حد براني يدخل لديك الدار اللي كان كاري فيها ديك البارتما. النهار الاول الثاني غادي يبان ليه واحد خينا داخل الدار، واحد خينا اللي براني على ديك الدار، يعني ماشي من الناس اللي ساكنين معاه في ديك الدار. حميد غادي يخليه حتى غادي يطلع وغادي يلحق عليه وغادي يلقى باللي فعلا دخل للشقه ديالو. هنا حميد تاكد باللي الزوجه ديالو كتخونو، ولكن ما غاديش يتسرع ويتهجم عليهم، انما اختار خطه ذكيه باش انه يتخلص منهم بجوج. وديك ذكيه مشاهدينا الكرام، ديروا من تحت منها 10 ديال السطوره. على اين حميد خلى حتى الزوجه ديالو خدات راحتها مع الخليل ديالها، وهنا غادي يجبد الساروت ديال الباب ديال الشقه وغادي يصورت عليهم، غادي يصورت عليهم لداخل، ومن بعد غادي يمشي باش يجيب لهم البوليس على اساس باش انه غاديين يحصلهم في حاله تلبس. المهم ان السيد مشى لمركز الشرطه وقال لهم باللي راه حصل الزوجه ديالو كتخونو، وقال لهم باللي راه خليت السيد حتى دخل عندها وصورت عليهم الباب، يعني هما راه صافي في حاله تلبس. مشاو معاه البوليس الشقه ديالو. السيد لما بغى يحل الباب غادي يلقى الباب ما مسورتش، دور ساروت تحل. لما دخلوا البوليس الدار كيلقاو السيده كاينه في الدار، جالسه عادي في الدار. قلبوا ما لقاو حتى شي حد معاها في الدار. سولوه واش شريف حتى هادشي، والسيد بدا كيقول لهم بلي راه دخل عندها واحد خاينه للدار وانا شفتو حتى دخل عندها، وراه الجيران عارفين هادشي وهما اللي كانوا قالوها ليا، وكيقول لهم بلي انا سديت عليهم هنا وراني غير نسيت بلي هي راه عندها الدوبل ديال الساروت، حلات به الباب وخرجات السيد اللي كان معاها. فهنا غاديين ياخذوهم البوليس بجوج للمركز باش يبحثوا معاهم، لانه حميد كيتهم الزوجه ديالو في المحضر الرسمي باللي هي كتخونو. المراه كتقول باللي ما كاينش هادشي، هو راه قتلو غير الشك، وراه كنت كنلقى معاه مشكل بسبب الشك. هو غادي يبدا كيقلب على شكون يشهد ليه من الجيران باللي راه كان كيجي لعندها الخليل ديالها للدار، ولكن الجيران ديالو باش يتفاداو هاد المشاكل ما بغى يشهد ليه حد خوفا من انهم يطيحوا في المشكل. ولانه هاد السيد كان ذكي بزاف وسد عليهم بالساروت ونسى اللي راه مراته عندها الساروت ديالها، الحاجه اللي ما خصهاش تنسى اصلا، والسيده ما تشداتش متلبسه والبحث ما عطى حتى شي نتيجه، فطلقوها تمشي بحالها. الزوج ديالها بقى عند البوليس كيبحثوا معاه. فهنا هاد السيده هادي مراته ديك الساعه مشات بالزربه، جمعات حوايجها وحوايج ولدها ومشات لدارهم قبل ما يطلقوه حتى هو ويلحق عليها ويدير فيها شي مصيبه. ولكن الامور ما غاديش تنتهي هنا. فهاد السيد حس باللي تقولب، ضحكات عليه، ضحكوا عليه الناس جيرانه، ضحك عليه السيد اللي كان معاها. جا للدار ملي ما لقاهاش جلس وبدا كيفكر انه خاصو يدير شي حاجه تمسح هاد العار اللي ولا فيه نهائيا. فهنا هاد السيد هذا غادي يهز واحد الموس كبير جنويه ديال الذبيحه، داه ومضاه مزيان، خباه تحت الحوايج ديالو ولحق عليها لدارهم. ووقائع هاد الجريمه كانوا بالضبط في سنه 2007. المهم السيد غادي يلحق عليها لدارهم، دق، حلوا الباب، دخل كيلقى غير السيده وامها في الدار، جبد الموس وغادي يتهجم على البنت باش انه يقتلها. الام ديالها بغات تدخل بيناتهم، تلقات ليه باش انه ما يضربش بنتها، تلقات ليه وهي كتغوت، فالسيد ما غاديش يراعي ليها حتى هي. السيد باش انه يشفي داك الغليل ديالو ضربه في الام وضربه في مراته. ما جا فين يشعر بنفسه حتى لقى راسو مرتكب مجزره، فخلى ديك السيده غارقه هي والام ديالها في الدماء ديالهم. ولما انتهى من الجريمه ديالو خرج من الدار ومباشره مشى قدم راسو. كيقول البوليس ما خديتوش ليا حقي، انا خديت حقي بيدي، واعترف بالجريمه ديالو. تقدم المحاكمه وما نكرش، كيقول بلي ها علاش قتلتها وها علاش قتلتها. كيقول لي انه فعلا حصلها كتخونو وما كذبش على البوليس، ومشى عند البوليس وما داروا معاه والو.
وبطبيعه الحال من بعد الاعترافات ديالو فهاد السيد هذا غادي يتحكم بالسجن المؤبد. انا اقسم بالله الا ما بغاش تفهم لي واحد المساله، ما فهمتش هاد الجرأة اللي كانت عند هاد السيده وكاينه حتى عند النساء امثال هاد السيده. جرأة كتخليها تدخل الخليل ديالها يعني امام الجيران، والدار اللي كانوا كارين فيها ديك الشقه راه ما كانوش ساكنين فيها غير بوحدهم، كاينين ناس ساكنين معاهم بنفس الدار، حتى هما كارين شقق كاينين في ديك الدار، يعني قدامهم كتدخل الخليل ديالها وما عندهاش مشكل. هذه من جهه. من جهه اخرى عندنا الغباء ديال داك الزوج اللي ما عرفش كيفاش يتصرف. اول حاجه تسد على مراتك هي وداك السيد اللي معاها وتمشي تجيب البوليس وانت عارف راه عندها الدوبل ديال الساروت. ثاني حاجه لما وقع اللي وقع عوض ما انه يطلقها لانه عرف اش كتسوى ويمشي يشوف حياته، صدق قاتلها هي والام ديالها، يعني جوج ديال الارواح ومجزره اللي وقعت قدام داك الوليد ديالو، ولو انه كان مازال صغير. ولي من حسن الحظ انه ما قتلوش حتى هو، لانه كان ممكن يقول انه هذا ماشي ولدي، مادام حصل مراته كتخونو يحسبوا باللي حتى هو ماشي ولده. فهاد مساله الخيانه الزوجيه ولينا كنشوفوا فيها العجب بالعجاب. فقبل ما نساليو هاد الحلقه غادي نوجهوا واحد الرساله للرجال والنساء المتزوجين انهم يخافوا الله ويتقوا الله في شريك حياتهم والابناء ديالهم. راه اغلب القصص الخيانه الزوجيه كتنتهي بواحد النهايه اللي هي كارثيه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الجريمه هذه، وكانت هذه هي النهايه ديال هاد الحلقه. كنتمنى انني نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هاد المسطره بوضوح، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، احبكم في الله، والى لقاء اخر.